السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول شهر شعبان الكريم علينا وقرب شهر رمضان. ربنا يا رب يعيد عليكم بالخير واليمن والبركات. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي منى أحمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. هعمل لكم النهاردة وصفة حلوة قوي قوي بجد. هي وصفة بسكوت بالشوفان والدقيق الأسمر أو الحبة الكاملة. هنعمله بطريقة سهلة جدا من غير لا سمنة ولا زيت ولا زبدة. هنعمله بكام مكون بس بسيط، بس بجد النتيجة تحفة. قد ايه هو مقرمش وجميل وطعمه حلو جدا، تقدري تفطري بيه او تتعشي بيه. يلا بينا بقى ندخل وتابعيني لنهايه الفيديو عشان تشوفي هنعمله ازاي مع بعض. معانا النهارده في وصفتنا مقادير زي ما قلت لك سهله وبسيطه جدا، مش مكلفه خالص. هنستخدم معانا اساسي طبعا دقيق الشوفان، او تقدري تجيبي الشوفان وتطحنيه. تمام. واللي حاطين عليه ذره ملح وبيكنج باودر. وكمان معانا دقيق اسمر. زي ما قلتلك تقدري تستخدمي دي الحبة الكاملة، اللي هو دي الأسمر، وبيتباع سهل جدا عند أي مستخدمات حلويات أو سوبر ماركت. معانا كمان لبن بدرجة حرارة المطبخ، ومعانا مكون السحري بتاعنا النهاردة اللي هيربط عمليتنا. أول هيربط معانا عملية العجن هو زبدة الفول السوداني، ومعانا كمان سكر بودر، ومعانا فانيليا وبيضة بدرجة حرارة الغرفة. هنبدأ أول حاجة هنقلب المكونات الجافة مع بعض. زي ما قلت لك معايا كوباية من دقيق الشوفان، ومعايا كوباية من الدقيق الأسمر، ومعايا كمان بيكنج باودر، ومعايا ذرة ملح. والمقادير بالتفصيل هسيبها لك في صندوق الوصف أو في أول تعليق. هقلبهم كده كويس مع بعض بالطريقة دي علشان يختلطوا مع بعض كويس جدا جدا. البيكنج باودر والملح والدقيق والشوفان. هبعد بقى بس المكونات دي كده سنة، وهجيب معايا الطبق اللي هعجن فيه، وهبدأ أنزل بالمكونات بتاعتي. وهبدأ أول حاجة هنزل بنص كوباية من زبدة الفول السوداني بالطريقة دي. وزبدة الفول السوداني تقدري تعمليها في البيت، وسبق وعملتها معاكم قبل كده، وهسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هنزل بيها، ومش هسيب بقى اي حاجة في الكب بتاعي بالطريقة دي كده. بعد كده هحط عليها السكر البودرة، بس الاول هضربها ضربتين كده. تقدري تستخدمي مضرب سلك عادي طبعا، يعني مش محتاجين المضرب الكهربائي في الوصفة دي كتير. هنزل بالسكر البودرة، وسكر البودرة هنا تلت كوباية. وهنزل كمان بالبيضة، والبيضة بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ. وهنزل برشة فانيليا. انا هنا استخدمت فانيليا خام بودر عادي، تقدري تستخدمي فانيليا سايلة مفيش مشكلة. هقلبهم بقى مع بعض بالطريقة دي كده لحد لما يختلطوا مع بعض بالشكل ده. وهنا اللبن هنزل بيه معايا بالتدريج واحدة واحدة. هقلب تمام بقى كده كويس. واللبن هنا عندي ربع كوباية من اللبن، زي ما قلت مقادير كوباية دقيق شوفان وكوباية دقيق اسمر، وكمان ذرة ملح، ومعانا ربع معلقة من البيكنج باودر، ومعانا نص كوباية زبدة فول سوداني، وتلت كوباية سكر باودر، وكمان ربع كوباية من اللبن. كده تمام، انا اتأكدت ان هم اختلطوا مع بعض. هبدأ اخد اللبن بتاعي، واللبن هنا عندي بدرجة حرارة المطبخ، وهبدأ انزل باللبن بتاعي شوية شوية، واقلب لحد لما احصل على القوام الناعم الكريمي، واللبن يختلط مع باقي المكونات. شايفين الخليط قد ايه تقيل؟ هقلب بالشكل ده، وهنزل بباقي كمية اللبن بتاعي. شايفين خلاص بدأ اهوت ياخد القوام الحلو. هكمل بقى وانزل بباقي كمية اللبن بتاعي اللي هي عبارة عن ربع كوباية من اللبن، وهقلب لحد لما يختلط مع بعض. واخر حاجة هنضيفها هنا هي الدقيق. اهو هنقلب هنقلب، هيبدأ ياخد ويتجانس مع بعضه تاني، وياخد القوام السائل الحلو. تمام كده. طبعا انا هنا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. اول ما بدأت اشتغل في البسكوت بتاعي سخنت الفرن بتاعي. ولازم هنا اي بسكوتات لازم ان الفرن تدخل على يكون متسخن قبلها، وان البسكوت يدخل على فرن ساخن. هجيب بقى دي، وطبعا انا المكونات بتاعتي دي انا نخلاها قبل كده. تمام. طبعا لازم اي معجنات الدقيق يتنخل كويس جدا. ابدأ بقى كده بالشكل ده اقلب
الخليط بتاعي لما تتكون معايا عجينة. انا هقلب بس تقليبتين وبعد كده هستخدم ايدي عادي ان انا اكون العجينة او اعجن بقية العجينة بتاعت البسكوت. هلم البسكوت بس مش هعجن. هنا البسكوتات عندي زي ما انتوا عارفين مش بتتعجن علشان ما تعطبش معايا وتنشف. لميت بقى، شايفين انا بلم بس كده الخليط بايدي. الخليط قوامه حلو جدا، وكده الدقيق كله مع الخليط السائل اختلط مع بعض. هلمها بقى كده كورة بالراحة. تمام بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين قد ايه هو سهل. هحطها بس سنة عبال ما احضر اللي هفرد عليه. هنا بقى عندي الكاونتر بتاعي مفرش سيليكون بتاعي. تقدري تستخدمي ورقة زبدة من تحت وورقة زبدة من فوق، مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى احط العجينة بتاعتي كده وابدأ بالراحة خالص اتعامل معاها بالراحة، واجيب النشابة بتاعتي وابدأ افرد البسكوت بتاعي بقطر تقريبا 1.5 سنتي او 1 سنتي. مش عايزين ارفع من 1 سنتي ولا اتخن من 1.5 سنتي. تمام بالشكل ده. وهكون محضرة طبعا السجان بتاعتي او الصاج بتاعي. الكمية دي هتعمل لي طبق بسكوت حلو جدا محترم، يقدر يقعد معاكي اسبوع كامل. هفرد بنفس الطريقة دي، بس تحتفظي بيه طبعا في علبة محكمة الغلق عشان ما يبقاش ياخد تهوية ولا البسكوت يدخل له طراوة. زي ما انتوا شايفين انا كده فردت العجينة بتاعتي بمنتهى السهولة. عندي بقى اي شكل من القطاعات عندك تقدري تستخدميه. يعني تقدري تستخدمي قطاعة نجمة، تقدري تستخدمي قطاعة قلب، قطاعة مدورة، مربعة، اللي انت عايزاه. انا هعمل بالنسبة لي كام شكل كده واوريكم، وفي الاخر هكمل كل الاشكال بالشكل المدور اللي هو المفضل بالنسبة لي. ادي شكل النجمة زي ما انتوا شايفين اهو، والبسكوت شايفين حجمه. وهدي برضو شكل القلب كده. انا بوريكم قد ايه البسكوت ده حلو جدا، وتقدري تشكليه باي شكل وتاكليه بقى في الفطار حلو قوي بكام بسكوته كده، او في العشاء مفيش اي مشكله. البسكوت بتاعي سهل وبسيط جدا، مفهوش اي نسبه دهون عاليه. ده بسكوت يا جماعه معمول للناس اللي هي بتعمل حمية غذائية او دايت، مفيش اي مشكلة. وبرده حلو جدا للولاد، وزبدة الفول السوداني مفيدة جدا. هكمل بقية التقطيع بالقطاعة اللي انا بشتغل بيها على طول او بحبها. القطاعة المدورة هتبقى اكبر من اللي انا لسه موريها لكم سنة. البسكوتة المتقطعة المدورة هقطع كل بقى الكمية بالشكل ده. والصاج بتاعي هيكون مدهون زيت خفيف خالص، وهنحط فيه البسكوت بتاعنا بالشكل اللي هتشوفوه زي ما انتوا شايفين اهو، عادي جدا. وبقطع البسكوتات كلها جنب بعض، والسمك بتاعي حلو جدا مش سمك عالي. هنشيل بقى البسكوتة بقى، او هشيل البسكوتة كده بالراحة خالص بدون اي تعب. زي ما انتوا شايفين هطلعها بالراحة. تقدري تستخدمي زي ما قلت لك ورقة زبدة من فوق وورقة زبدة من تحت اهو كده. هشيل بقى الحاجات اللي هي الزيادات بالراحة، وهبدأ اخد البسكوت بتاعي بالشكل ده. واعتذر عن صوتي، معلش صوتي تعبان شوية. هحطه بقى بالشكل ده في الصاج زي ما قلت لك، صاج مدهون وبخلة شيش طاووق او بخلة اسنان نضيفة. وهنبدأ نعمل ثقوب كده بالراحة في قلب البسكوت بالشكل ده. هنحط الشكل التاني جنبه عادي جدا. عايزة اقولك ان هو مش بياخد وقت في الفرن، وكمان طعمه حلو قوي قوي. وبالشكل ده كده هنكمل بقية البسكوت بتاعنا لما نرصه في الصاج. حطيت لك كل الاشكال اهو. وعادي لازم بعد ما تخلصي رص تعملي ثقوب بسيطة كده بخلة الاسنان او خلة الشيش طاووق. هخلص كل الكمية، ادي كل الكمية بتاعتي. عمل لي الكمية دي المقدار اللي احنا عملناه. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 لحد لما ياخد لون ذهبي جميل، ومش هياخد كتير يعني تقريبا حوالي 12 دقيقة تقريبا في الفرن ال15. ده شكل البسكويت بتاعي بعد ما طلع. شايفين قد ايه لونه حلو جدا؟ شايفين خد لون حلو من فوق ومن تحت. طبعا هكسر معاكم واحدة كده واوريكم قد ايه بجد هو هش وحلو. وكمان هسيبه بقى يبرد تماما علشان نقدر نحتفظ بيه ونشيله ان احنا نستخدمه بعد كده وناكله في الفطار وفي العشاء. هكسر لكم بقى واحدة كده اهو. شايفين بجد سمكه حلو جدا، وبجد مقرمش وطعمه حلو قوي قوي.
الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم. نحتفظ بقى بالبسكوت، انا كده اكلتها وهي سخنة. هنسيب البسكوت بتاعنا يبرد تماما زي ما قلت لك، ونقدمه مع بعض بشكل حلو وجميل. اتمنى يا رب الوصفه بتاعتي النهارده بسكوت الشوفان بالطريقه اللي انتوا شفتوها السهله والبسيطه والمقادير الحلوه جدا دي، متهيألي كلنا متفقين ان المقادير بسيطه جدا جدا. طلعنا منها كميه بسكوت حلوه زي ما انتوا شايفين اهو. هحطها بقى في علبه عندي تكون محكمه الغلق عشان اقدر اكل منها، والبسكوت بتاعتي ما يبقاش يرطب ولا يدخل له اي تروم. زي ما انتوا شايفين اهو سمكه حلو قوي، وكمان بجد طعمه حلو جدا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا وحسيتي ان انت استفدتي معايا من الفيديو واستفدتي من وصفه النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. وان شاء الله باذن الله استنوني في وصفات تانية جايه كتير، وباذن الله نقدم مع بعض وصفات حلوه في رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.